مرحبا أعزائنا المتابعين، عدنا إليكم مجددا بفكرة جديدة ومفهوم جديد عن العقد الاجتماعي الذي تم طرحه في شمال وشرق سوريا. اليوم سوف نتعرف معا على ما هو الكومين. فالمادة رقم 75 للعقد الاجتماعي تنص على: الكومين هو شكل التنظيم القاعدي الأساسي للديمقراطية المباشرة، فهي أصغر وحدة إدارية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وهو المكان الذي يتطور فيه المجتمع الأخلاقي والسياسي، والتي تنتج منه الحياة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. الكومين مجلس قائم بذاته، وهو مكان صنع القرار والإدارة وقوة الحل القضايا الاجتماعية ضمن المجال الإداري والتنظيمي. المادة رقم 76 للعقد الاجتماعي تنص على: ما هي هيكلية الكومين؟ 1. يتشكل من عدد من العوائل التي تسكن ضمن الحدود الإدارية والجغرافية للكومين. 2. كل مواطن في شمال وشرق سوريا هو عضو في كومين. 3. يتم انتخاب الرئاسة المشتركة واللجان من قبل أعضاء الكومين، وفي حال لم تقم الرئاسة المشتركة للكومين أو أحد اللجان بمهامها بالشكل المطلوب، يمكن حجب الثقة والقيام بالانتخاب دون انتظار الانتخابات العامة. 4. يعتمد الكومين الديمقراطية المباشرة في عمله. وإلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.